معكم أخوكم سين ميم من مدينة تطوان. أنا كنت سحار، الحمد لله اللي هداني للصراط المستقيم. شريط صوتي بغيت نعملو ونشرح فيه للناس كاملين والمغاربة بالخصوص، نشرح لهم بعض الأمور اللي خصهم يعرفوها. في هاد الشريط غادي نهضرلكم وغادي نشرح لكم كيفاش تعلمت السحر، وثانيا كيفاش تحمي نفسك من السحر، وثالثا كيفاش تعالج راسك إذا وقع لك السحر. اولا وقبل كل شيء خصكم تعرفوا انني الان مهدد والحياة ديالي في خطر، لانني دخلت لواحد العالم اللي ما يمكنش تخرج منه، ولكن الله اللي عالم انني دخلت وانا ما عارفش الحقيقة. وكنتمنى من الله انه يساعدني ويحميني من الشياطين، خصوصا هذوك اللي كنت خدام معاهم. القصة ديالي باختصار وعجالة، انا كنت انسان ملحد، ما كنامن حتى شي حاجه، يعني عايش وصافي، ما كنامنش بالله وما بغاتش انني كنت ملحد وما كنتش كنامن بالله ولا بالرسول ولا حتى شي حاجه، وما كنتش كنامن بالعالم الاخر، العالم ديال الملائكه وديال الشياطين. واحد النهار قريت واحد المقال ديال واحد الشخص كان من عبادة الشياطين، واحد مقال باسبانيولية، وكانت تنشر في واحد الجريدة في اسبانيا، وكان كيهضر على عبادة الشيطان وكيفاش انه دخل معاهم وانه كان كيتعامل معاهم، وكيفاش انه رجع غني ورجع مشهور، كيفاش انه كان قادر يعمل حاجات خارقة للعادة وبزاف ديال التفاصيل. وانا كنت باغي نكون مشهور، باغي نكون غني، باغي يكون عندي فلوس، وباغي الشهرة. وشويه بشويه بقيت كنقرا كتوبه ديال السحر، ولكن كان لازم عليا نطبق ديك التوصيات الشيطانيه باش نقدر افونسي في الدومين. واحد النهار مشيت عند واحد السحار هنايا في تطوان، وقلت له انا باغي نتعلم السحر. المهم استقبل لي وقال لي هذا الدومين هذا اذا دخلتي له ما غتقدرش تخرج وما فيهش فلوس والى اخره. المهم حسيت به، جا الحسد وقيل خاف انني نديرو كليان، انه كان كيجيو عنده بزاف ديال الناس ومعروف تيفون بلا ما نقول السميه ديالو. المهم صافي بقيت كنكمل على القرايه ديالي، كنقرا، قريت ازيد من 50 كتاب ديال السحر، كنت كنقراهم وكنعاودهم الى درجه انني حفظتهم. حتى واحد النهار مشيت عند واحد السحاره معروفه في ثانيه درهم في تطوان، وقلت لها انا بغيت نخدم عندك ونتعلم السحر. المهم بعجاله باختصار جاوبتني وقالت لي جابك الله، انا مرا كبيره وما بقى لي والو نموت، وبغيت نخلي لك هاد العلم اللي عندي وتجينا كمل الطريق. صافي بديت كنخدم معها، كل نهار كانوا كيجيو عندها النساء كيجيو عندها بالمئات، 150 200 مره في النهار، وبقيت كنتعلم معها كل نهار كنتعلم. واغلبيه الكليان ديالها من النساء، قليل فاش كيجي شي راجل، اغلبيه النساء، وكانوا كيجيو عندها من جميع انحاء العالم، اما باغيين يتزوجوا ولا باغيين يسحرون الرجال ديالهم. المهم بديت كنتعلم شويه بشويه داكشي اللي كنت قريتو، بديت كنطبقو. صافي واحد النهار قالت لي انت جا الوقت باش انك غادي تبدا الخدمه وماشي ضروري نكون معاك. صافي شرفتني تعلمت الى اخره، وقالت لي دابا خصك الخطوات اللي غتخليك تقدر تتواصل مع العالم ديال الشياطين. طبعا ممكن كتسميوهمش الشياطين، كتسميوهم الجواد.
وهذا موضوع اخر ديال كيفاش انهم كيلعبوا بالمصطلحات الى اخره. هذا موضوع اخر. ديك الساعه نخلي لكم ان شاء الله واحد الرساله صوتيه الى بقيت على قيد الحياه، شرحت لي الخطوات اللي خصني نعملهم باش نكون على علاقه مباشره بالشياطين بلا ما نقول لكم شنو عملت. المهم عملت اي حاجه اللي عندها علاقه بالشرك، اي حاجه عندها معصيه، اي حاجه من الكبائر، اي حاجه اللي ما تقدرش تصور لك في الدماغ ديالك انا عملتها. حتى كملت 40 يوم هو يجي عندي الشيطان مصور في واحد الهيئه بشريه، وشفتو وسمعتو وهضر معايا وهضرت معاه وقال لي سجد لي، وبلا ما نفكر سجدت له ومشى. شويه رجع وقال لي عندك 25 ديال الجواد تحت التصرف ديالك، وبدا كيعلمني العلوم الشيطانيه وكيفاش نتواصل مع الشياطين وكيفاش نفهم الطلاسم وكيفاش نسحر الناس الى اخره. المهم الاخوان والاخوات، انا كانت عندي رغبه نتعمق في ديك العالم وبغيت نتعلم اكثر واكثر. المهم من 25 جن وصلت ل 175 جني كنصيفطهم فيما بغيت في العالم، ولكن قبل ما نصيفطهم خصني ضروري نعطيهم الهديه او ما يسمى باللغه العربيه القربان. اما نذبح على اسم ابليس ولا نسجد للشياطين ولا ندرس القران. وشحال ما عملت ديال الكبائر كثر كانوا كيخدموني كثر. المهم انا تفوقت على ديك السحاره اللي كنت انا خدام معاها، وكانت هي كتستقبل الكليان وانا كنعدل الحجابات وكنتكلف بالهديه اولا بالقرابي. كنا كندخلو فلوس بزاف، المبالغ اللي كنا كندخلوها ما تقدرش تتخيلها، الملايين في النهار. ولكن كان ممنوع علينا اننا نرتاحوا، ممنوع علينا نجلسوا، دائما خدمه ليل ونهار. الفلوس موجوده ولكن ما كنتمتعوش بها، وحتى الراحه النفسيه ما كايناش. وعاد كنا خانزين لان الشياطين ما كتبغيش النظافه، ما كتبغيش الريحه مزيانه، فكنا خانزين، كنا كنتعاطلوا ما كندوش. المهم باختصار انا من ديك النهار فتحت واحد الثغره اللي كاينه ما بين العالم ديالنا والعالم ديالهم، وديك الثغره ما يقدر حتى شي واحد يشدها الا الله سبحانه وتعالى. الا بغى يرحمني غادي يشدها. وانا دابا كنحاول نحافظ على الطهاره ديالي وعلى الاذكار وعلى الصلاه في الجماعه، ولكن الا غفلت غادي يقتلوني في اي لحظه. المهم بعجاله باش ما نضيع لكمش الوقت، غادي نعطيكم المفيد ونعطيكم الرساله اللي باغي نوصل لكم. اول حاجه خص المغاربه خصوصا النساء يعرفوها، انهم ملي كيمشيو عند السحاره كيعرضوا نفوسهم هما الاولى للخطر، واحد الخطر كبير بزاف. ثانيا ديك النساء اللي قدرنا اننا نزوجوهم كاملين بهم بدون استثناء طلقوا من بعد فتره قليله، لان السحر ما كيدومش وما كاين حتى شي سحر في العالم كيدوم. والخطر الاكبر هو ان المراه اللي كتنعس مع الراجل ديالها اللي هو مسحور كتكون هي اكثر وحده معرضه للمس اكثر من اي شخص اخر. ثالثا الحاجه اللي خصني نوضحها هي اللعب. في المصطلحات، واللي كيف ما قلت هذه من اخطر اللعب الشيطانيه. مثلا الكلمه ديال الفقيه، هذه الكلمه هذه اللي يقدروا يضحكوا بها على الملايين ديال المغاربه. هاد التسميه ديال الفقيه كيتستغلوها السحارين والشياطين باش يخليو النساء الجاهلات يمشيو عند السحارين وهما مرتاحين نفسيا. كيسحرها غادي يعاونها بالبركه الربانيه. وسمعوا لي مزيان اخوتي خواتاتي، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا مزيان هاد النصيحه هادي باش تعرفوا الفرق ما بين السحار وما بين الفقيه. الفقيه هو اللي كيصلي للناس وما كيدخلش نفسه في الشبهات، واللي كينصح واللي كيقطع الخطبه واللي كيكون عالم الى اخره. اما هذاك اللي كيعمل الحجاب عرفوا مباشره انه من شياطين الانس. ثاني حاجه باش تعرف الفقيه واش سحر ولا لا،
اذا قالك شنو السميه ديال ماماك او شنو السميه ديال الام ديال الضحيه ديالك، عرف مباشره انه سحر. لان في العالم اللي كنت فيه الشياطين كيحتاجوا يعرفوا الاسم ديال الام، كيحتاجوا يعرفوا الاسم ديال الام باش يكون السحر ديالهم فعال. ما غاديش نشرح لكم التفاصيل. ثالثا، الفقيه اللي كيخاف الله ما يمكنش انه يسمح لنفسه يختلي بالمراه غير هو وياها، او مثلا يحط يدو على المراه. اي واحد عمل هادشي هذا عرفوا بلي انه سحار وعدو الله، وخا يكون في الجامع ليل ونهار. تفهمنا؟ ورابعا، الا مشيتي عند ما يسمى بالفقيه والشيء انه بدا كيعطيك معلومات على راسك اللي ما كيعرفهم حتى شي حد من غيرك، عرف انه الشيطان من شياطين الانس، وانه كيتعامل مع القرين ديالك، والقرين ديالك هو اللي كيعطيه المعلومات. وهذه خطوه خطيره اللي كنا كنعملوها باش نقنعوا الناس اللي كيجون عندنا اننا كنعرفوا عالم الغيب، واننا عندنا البركه والقدره الربانيه. دابا ندوزو ثانيا كيفاش تحمي راسك من السحر، وهذا هو اللي مهم. والجواب يا اخوان ويا اخوات، عرفتم من الشياطين. هذا الجواب اللي غادي نعطيكم عرفتم من عند الشياطين قبل ما نقرا الاحاديث النبويه وقبل ما نقرا القران. لان كيف ما قلت لكم انا كنت شخص ملحد وما تربيت في تربيه دينيه، كنت بعيد على الدين وما كنعرف لا قران ولا سنه. فهذا الشيء اللي غنقول لكم دابا نعرفتو من عالم الشياطين، ماشي من الاحاديث وماشي من القران. المهم اول حاجه خصك تحافظ على الصلاه ديالك. اقسم بالله العلي العظيم ما كتقدرش الشياطين تقرب للناس وهما كيصليو، كيكون ربي حاميهم. ثانيا، حافظ على الطهاره ديال الجسم ديالك، ضروري، لان الشياطين ما كتبغيش الرائحه الجميله وكيعجبها الرائحه الكريهه. ثالثا، ملي تدخل الطواليت قل الدعاء، ودخل برجلك الشمال وخرج برجلك اليمين، وما تعطلش، قضي الغرض ديالك وخرج. لان اسهل مكان اللي نقدروا نسحروا فيه بنادم هو في الاماكن الخبيثه والاماكن اللي كيكون كيتعرى فيها. واذا ما عملتيش هادشي هذا اللي كنقول لك، فالشياطين كيكونوا قادرين على انهم يشوفوك انت عريان ويقدروا يسحروا لك تما، طبعا اذا كان شي حد مسلطهم عليك. رابعا، قرأ آية الكرسي قبل ما تنعس، ما يقدر يقرب لك حتى شيطان، لأن الملائكة كيحميوك. أنا واحد النهار صيفط واحد السارية ديال الجن يسحروا واحد الشاب، ومشاو ورجعوا ضايع. قلت لهم صافي خديتو الغرض؟ قالوا لي لا، وبداو كيتمتموا وبداو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره. من بعد ربي غادي يسر لي نعرف ان داك الشخص هذاك كان كيقرا آية الكرسي قبل ما ينعس. طبعا الشياطين ما بغاوش يقولوا لي هذه المعلومه هذه، لانني لا عرفت الحقيقه وغادي نتوب وغادي نمشي عند الله، وهما باغيين نبقى معاهم. وكانوا دائما موهميني بلي ان الشياطين هما اللي حاكمين الارض وحاكمين السماء. خامسا، اذا عندك شي مونيكوس ولا داك اللعاب اللي كيكونوا على شكل حيوان او انسان، فعليك دابا وانت كتسمعني انك تمشي تخرج داكشي من الدار ديالك وتسيبو في الزبل. اياك تدخلو من الدار ديالك او بيت النعاس ديالك، كتكون كتسهل عملية التجسد للشياطين. واذا ما عزتيه معاك وكان شي حد سحر لك، كتكون قدمتي خدمة للشيطان كبيرة بزاف. خصكم تعرفوا بان بزاف ديال الحاجات اللي كتبان في التلفازة وكيقلدوها الناس فهي تعرضت اصلا باش تسهل الخدمة ديال الشياطين، وهذا موضوع خصو رسالة بوحدو. اذا بقيت على قيد الحياة غادي نشرح لكم اكثر واكثر شنو داير في العالم،
وشنو غادي يوقع في الأعوام المقبلة. إذا قلنا باش تحمي راسك خصك تحافظ على الصلاة، لأنك شحال ما قربتي لله كتبعد من الشياطين، وشحال ما قربتي من الشيطان كتبعد من الله. وقلنا كذلك نحيدوا جميع الكوادروس اللي فيهم صور أو مونيكات نخرجوهم من ديورنا. بالنسبة للأخوات اللي كيلبسوا اللباس الفاتي، أقسم بالله يا أخواتي وأنا كنصحكم وأنا على مشارف التهلكة، نتوما كيكون معاكم شياطين من غير الشيطان اللي هو القارين ديالك، وانتوما أكثر ناس ساهلين يوقع لكم المس والسحر. دغيا يوقع لكم السحر، وخا في الشارع غادي يوقع لك المس. ما محتاج الشيطان انه يستناك تجي للدار وتدخل للرحاب ولا دير معصيه. انتينا كتكون اصلا دايره معصيه، وهادشي والله عرفنا من الشياطين قبل ما نعرفوه من القران والسنه. دابا اذا افترضنا انك يا اخي او اختي وقع لك السحر وبانت فيك العلامه ديالو، اولا طبعا مشي عند الطبيب باش تتاكد واش عندك مرض عضوي، لان كاين بعض الامراض النفسيه البحته اللي عندها نفس اعراض المس والسحر. وهنا غنفتح قوس صغير واللي لابد الناس يعرفوا. اولا الشياطين عاشت قبل من الانسان والاعمار ديالها طويله، وهما كيشوفونا وكيراقبونا من شحال هادي، والملك ديالهم ابليس دارس الانسان مزيان وعارف الجسد ديال الانسان وعارف الروح ديالو، ويقدر يصيب الانسان بمرض جسدي او روحي. ولذلك كتكون الاعراض ديال السحر مشابهه تماما للاعراض النفسيه والعضويه، غير الفرق بيناتهم هو ملي كيعجز الطبيب عن التشخيص وكيقول لك الطبيب راك مزيان ما فيك والو وانت كتقطع بالحرق. خاصك تعرف انك ممسوس ومسحور. اذا افترضنا اخي واختي انك تعرضتي للسحر ومشيتي عند الطبيب وما قدر لك الغلط، شنو المعمول؟ غادي تمشي عند الراقي. واسمعوني الله يجازيكم بخير، راكم كتسمعون واحد الشخص اللي عنده خبره 20 سنه في هذا المجال. 99.99% ديال الرقاة في المغرب وفي العالم الاسلامي نصابين، وهما كينقسموا الى جوج اقسام. القسم الاول نصاب باغي غير الفلوس، القسم الثاني ساحر كيتعامل مع الشيطان ومكبر اللحيه ومسمي راسو ابو جواد ولا ابو عبد الله ولا ابو مناف، وهو ساحر وكيتعامل مع الشياطين. وسبق اللي عطيت لكم الاشارات كيفاش تعرفوا ان فلان ساحر او لا. اذا الحل بسيط جدا، هو انك ترقي نفسك بنفسك ولا يرقيك احد المقربين اليك، سواء امك ولا باك ولا خالتك ولا عمتك، ومن الافضل الوالدين. وانا غادي نشرح لكم علاش. اذا قلنا غادي ترقي نفسك بنفسك، وقبل من هادشي هذا غادي تسال نفسك كيفاش هاد الشياطين هادو تمكنوا منك. اذا ما كنتيش كتصلي ابدا تصلي، كنتي ما محجباش بدا تحجبي، كنتي كتسمع الاغاني ديال الشيطان وقف الزمر، كتعطل في المرحاض ما تبقاش تعطل تما، وقول داكشي اللي قلت لك، اذكر من الاذكار اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا عندك صور معلقين في الدار ومجسمات في الدار ارميهم، كنتي كذاب وقف الكذوب. وعلى فكره الكذوب راه صفه من الصفات ديال الشياطين، وحتى الناس اللي كيكونوا كيكذبوا بزاف كيكونوا معرضين للمس اكثر من الناس الاخرين. اذا غتراجع نفسك وتصلح الحال ديالك، وتبدا تقرا سوره البقره والقران بصفه عامه، وتدعي بقلب خاشع لله انه يشفيك. لان السر في العلاج هو ان خصك تضرع لله وتتواضع لله وتدعيه من قلبك. لذلك قلت لكم الرقاة راهم نصابين، لان ما يمكنش الراقي يدعي الله من قلبه وهو كيستقبل 100 و150 حاله في النهار. دوك الناس قلبهم كيكون مجمد
هو باغي يقضي السيرفيس ويمشي بحاله. إذا قراءة القرآن والأذكار والحفاظ على الوضوء، ومن الأفضل أن اللي يرقيك يكون الأم ديالك. علاش الأم ديالك؟ لأنها أكثر إنسانة غادي تحن عليك، ومن ثم الأب ديالك كذلك، فهما غادي يدعيو الله، وهما يعني باغينك تشفي في أقرب فرصة وبدون مقابل، لأنهم كيبغيوك في الله حب فطري. وإياك 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 أخي ولا أختي تمشي عند أي راقي، راك كتعرض نفسك للخطر، وربما يقدر يسحرك بسحر اللي هو أكثر من السحر الأول اللي عندك. وأخيرا بغيت المغاربة كلهم يعرفوا أن الدولة المغربية باغية السحر أنه ينتشر في المغرب، وهي أصلا على علاقة بالشياطين الكبار، وأنها كتقدم الشعب المغربي كقربان للإبليس. وغادي نخصص لكم شريط صوتي إلا بقيت على قيد الحياة، غادي نشرح لكم فيه كيفاش وعلاش بعض الدول كيفطروا الشعوب ديالهم في النهار الأولاني ديال رمضان، وعلاش بعض منهم كيخليو الشعب ديالهم يصوموا النهار ديال العيد. المهم انا قلت لكم المهم، واللي عنده سؤال يتواصل معايا بالتعليقات. وفي الختام كنبغي نقول لاي واحد سحرت له ارجوك اسمح لي، انا عملت هذا الشريط هذا باش الشعب كامل يعرف الخطورة ديال السحر. كنشكركم مرة واحدة أخرى حيت كملتيو الفيديو. شكرا لكاع اللي داروا لي لايك، شكرا اللي دار لي ابوني، وشكرا حتى اللي تفرج فيه. ان شاء الله القادم اجمل. تهلاو في راسكم بزاف، وموعدنا ان شاء الله في القصة الجاية اللي تكون حتى هي قصة حقيقية من المستمعين. تهلاو في راسكم.